السلام عليكم يا اخوان، تبارك الله عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على الجماهير الوداد البيضاوي والجماهير الرجاء البيضاوي. انا شخصيا ما كنستعرفش بالالقاب ديالكم، لا بالنسبه للرجاء البيضاوي ولا بالنسبه حتى للوداد البيضاوي. يعني القابكم، انا بكل صراحه جميع المقابلات اللي لعبتوا في البطوله الوطنيه المغربيه دائما كتحازوا عند التحكيم، كتنتظروا التحكيم يعطيكم ضربات الجزاء باش تفوزوا بثلاثه النقاط. يعني كل المقابلات، يعني بكل صراحه التحكيم منحاز لهذا الفرق الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، اللي بكل صراحه انا ما كنستعرفش بالالقاب ديالهم. الالقاب ديالهم اللي كلها اللي شاهدتها سيرتو البطوله الوطنيه المغربيه. بالنسبه كون كانوا دائما يفوزوا بالبطوله الوطنيه المغربيه، علاش ما يفوزوش حتى بعصبه الابطال والكاس الكونفدراليه الافريقيه بحال البطوله الوطنيه المغربيه؟ انما البطوله المغربيه تحكيم لصالح الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي، وضربات الجزاء لما يشوف الحكم الفور هاد الفروق اثنان 0-0 في اخر لحظات كيزيدوا لهم 8 دقائق حتى ل 10 دقائق ديال الوقت، ومن بعد الا ما سجلوش يتحصلوا على ضربة الجزاء. هاد الشيء هاد السنه التحكيم شويه راه مزيان، يعني انتظروا باش التحكيم يعطيهم ضربات الجزاء في اخر لحظه. يعني اي كونتاكت خص يعطيك ضربه جزاء، هذا الشيء مستحيل. بالنسبه للمقابله ديال الوداد البيضاوي الاخيره، يعني ضربه جزاء غير صحيحه. يعني اللاعب الوداد البيضاوي هو اللي تعمد مشى، هو اللي اصطدم باللاعب. اللاعب ديال اتحاد طنجة مشى للكره لعب كره، اما اللاعب الوداد البيضاوي اللي رمى رجلو مشى باش يلعب كونتاك وطاحور مع راسو. ضربه جزاء غير صريحه. بالنسبه للبركان مع اتحاد تورقه اللي ضربه الجزاء اللي كانت اكثر واضحه، اللي كان خصو يعلن عليها الحكم اللي ما اعلنش عليها. هادشي اللي نقولوا حنا لما شافت فريق الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي النهضه البركانيه في الصف الاول بجداره واستحقاق، بغاو يحبسوا الفريق باش ما يبعدش عليهم. بعيد على الفريق الوداد البيضاوي 8 النقاط وعلى الرجاء البيضاوي ب10 النقاط. هنا اللي ما بغاش تسرط ليهم هاد الفرق وهاد الجماهير اللي كتقلب كيفاش باش تفوز في المقابلات. يعني نساو بالله ما عندوش لاعبين في المستوى، لا خطه لا تكتيك. انا ماش نعيب بالمدرب ديال الوداد البيضاوي، مكوينه مدرب جيد، المدرب ديال الرجاء البيضاوي مدرب جيد، ولكن لاعبين اللي غير ماشي في المستوى. الجماهير اللي كتزيد هي اللي كثرت قتلت اللعب ديال الرجاء والوداد البيضاوي. هادشي اللي كاين. الا انا غادي نشوفكم في عصبه الابطال، واش غادي ديروا نفس اللعب؟ عصبه الابطال ماش تطولوا، غتلعبوا دور المجموعات، ولكن ماش توصلوا الربع النهائي او النصف النهائي. والله يعني هنا غادي نشوفوا واش تخرجوا باحتجاجات او خرجوا تقلبوا على ضربه الجزاء يعني هنا. ولكن في المغرب كتبغيو تحكموا، تبغيو دائما تكونوا نتوما في الصبر الترتيب. يعني ما يمكنش تبقى غير الرجاء والوداد البيضاوي. يعني الا ما داتهاش بكرة القدم تديها بالحكم او ضربة جزاء باش تحصلوا على 3 نقاط وتبقاو دائما في المراتب الاولى. بكل صراحه نقول لك انا فريق الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي، والجيش الملكي، انا نقول لك بالترتيب المستفيد الاكبر بالتحكيم المغربي فريق الرجاء البيضاوي، يبقى يجي موراها الوداد البيضاوي، ومن بعدها يجي الجيش الملكي. هاد الثلاثي من بعدها يجي الفتح الرباطي. هاد الثلاثي او الرباعي دائما كنجبرهم في في مقدمه الترتيب. يعني قبل كانت لا تلفازه لا مشاهدين، المقابله كيتدخلوا غير ما بين الفرق ديال الرجاء البيضاوي. مقابله الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي والجيش الملكي كيتلعب غير بيناتهم تما وكيحصلوا على البطولات. اليوم طورت كرة القدم المغربية، ولا عندنا الفار، ولاو المشاهدين يشاهدوا جميع المقابلات في البطولة الوطنية المغربية، ونشاهدوا الفروق اللي بكل صراحة اللي خرج عليها التحكيم كفريق النهضة البركانية
وكاين بعض الفروق يعني بحال اتحاد طنجة، حسنية اكادير، المغرب التطواني. نتكلموا حنا عليها اليوم على المغرب بركان اللي هي في الصف الاول، اللي الفروق اللي ما قدرش توصل البركان النقاط ديالها، وكيشوفوا الفريق النهضه البركانيه بدا يبتعد على الصف الثاني، اللي المغرب فاز الصف الثاني اللي بجدارة واستحقاق حتى هو كذلك مع الفريق النهضه البركانيه هذه السنه. ونتمناو الفروق اتحاد طنجه، المغرب التطواني، هاد الفروق ان شاء الله يكونوا دائما في المقدمه. اما الفروق ضربات الجزاء وكيتشكاو وكيبكيو على المقابلات اللي خصهم يفوزوا بهم، يعني نقول لهم يعني الا جينا نشاهدوا عاودوا المقابله ديال نهضه بركان واتحاد التوارقه، يعني ثلاث اين كانت واحد ضربه جزاء صحيحه لفريق النهضه البركانيه، اللي كانت نفس الصوره ديال فريق الوداد البيضاوي الاخيره، اللي ما اعلنش عليها ضربه جزاء، ولكن فريق النهضه البركانيه كان عنده واضحه. النهضه البركانيه ما احتج على الحكم، ما خرج حتى شي تصريح، يعني لعب الشباك. النهضه البركاني كيعرف الشبكه، بركان لو واخا ثلاثه ديال ضرب الجزاء كانت في المقابله اللي ما اعلنش عليهم الحكم، ولكن النهضه البركانيه لعبت حتى اخر رمق، يعني عرفت الشباك سجلت. حنا ماشي بحال فريق الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، الا ما قدروش الشباك غادي يتجهوا مباشره للحكم، والى الحكم ما عطاهمش غادي يخرجوا في الفيسبوك وكل شيء كيقلبوا على شي لقطه، قلبوا على ديك اللقطه، وعلاش يعني 90 دقيقه عندكم غير ديك اللقطه، خليتوا الشباك وإلا مركتوا هدف في الشبكه، واش الحكم يجي يقول لك الصفر يقول لك ماشي هدف؟ 90 دقيقه انت مشيت لي على لقطه اللي غير لاعب بغى يزوقها باش الحكم يعطيه ضربه جزاء، يعني 90 دقيقه كما نهضه بركان لعبت 90 دقيقه، الحكم حرمها بضربه جزاء واضحه، وكانوا جوج في الشك يعني ثلاثه، ولكن نهضه بركان لعبت كره القدم، عرفت الشباك. وفي اخر الدقيقه 90 او 91 من الوقت الضائع اللاعب خيري كيسجل هدف، يعني ما يجي الحكم يقول لنا اودي لا ما نحسبوش هدف، كل شيء شاهدوه صريح. حتى انتم لعبوا 90 دقيقه عندكم الشباك، لا انتم لا الوداد البيضاوي الشبكه مركيوها، واش كتنتظروا ضربه جزاء؟ كان اللاعب يطيح ويشوفك في الحكم يرقب على الحكم ولا ما حكمش. ولكن كما بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي اللاعب الخفيفي كيحتج، فيما كنشوف اللاعب خفيفي هو داك اللاعب معكوزي ولا مركوزي ديال جوج لاعبين ديال الرجاء هما اللي مخسرين الفرقه في الرجاء البيضاوي. خفيفي واش عنده؟ غير يفلق، غير يهنقل في الكواري، غير يلعب، وإلا كان شي خطا يمشي على الحكم ويدير الحكام ما يعطيهم لا صفراء لا بطاقه حمراء. يعني كما شاهدتوا اللقطه الاخيره ديال البطاقه الحمراء الفريق اتحاد توارقه، يعني اليد حطها على اللاعب، على المهيري لاعب النهضه البركانيه، استحق بطاقه حمراء، ولكن الصحفيين المعلقين بغاو حتى يقتلوا او يطيح يسيل الدم عادي يقولوا يعطي الحمراء. لما لاعب يتهور بطاقه حمراء، يعني الكره من تكون عاليه، من تكون طالع مع اللاعب ويضربك، راه هذيك راه صعيب باش مره اخرى ما يعاود لهاش. هذا هو المشكل. حنا كنلعبوا كره، بركان كتلعب كره عندها احسن لاعبين، لا جينا نشوفوا لاعبين بلاعب غادي نمشيو بحراسه المرمى او نمشي بالمكتب مسير حتى اللاعب اللي جا اللي جمع الكواري يعني نجبرهم احسن من فريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي، يعني بجميع المكتب مسير، اللاعبين، الجماهير، يعني المدرب، يعني نهضة بركان كتمتاز بواحد الاحترافيه، واحد الطريقه، واحد المنظومه اللي هذه 12 سنه هما كيسيروا الفريق وعارفين النهضه البركانيه. هنا اليوم حنا وصلنا النتيجه الحمد لله في الصف الاول بجداره واستحقاق. حنا ما يعطيونا ما نعطيوهم، حنا دائما ان شاء الله كنمشيو نلعبوا 90 دقيقه ديالنا ونجيو، ولكن نتوما كتقلبوا كيفاش تفوزوا في المقابلات، كيفاش تفوزوا بالبطولات، كيفاش الاحتجاجات، يعني دائما كل سنه نفس الفرق، الجيش الملكي عفوا الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي نفس، يعني ملي نعقل على راسي الوداد الرجاء ديما المشاكل ديالهم لا في الصحافه ديالهم ولا حتى شي حاجه، حتى في الاذاعات،
يعني اليوم بركان في الصف الاول ما يتكلم عليها لا تلفازه لا رياضيه لا راديو ماس لا حتى شي حاجه. كنشكر في هذه المناسبه عادل العمري. نهار ما كيبقاش عادل العمري في راديو مارس ما بقاش تسمع الراديو مارس، يعني ديال اليوم ما كان والو. ما يعرفوش حتى الكره، ما يعرفش حتى شحال من لاعبين تكون في بوقعه الملعب، او لاعبين اللي يلعبوا دفاع وسط الميدان او هجوم بالطريقه والمنظومه، ما كيعرفوا حتى شي حاجه، وكيدخل لك يحل لك المقابله. برافو النهضه البركانيه، زيدي هكذا. يعني حنا كيزيد غير يشجعنا لما نشوفوا هذا الشيء، الجماهير كتضغط على الفريق النهضه البركانيه باش الحكام بداو يعلنوا على ضربه جزاء ضدنا او ما يعلنوناش ضربه جزاء لينا. ان شاء هذا الشيء حنا كيزيد يشجعنا، وان شاء الله غادي نبقاو في الاستمراريه ان شاء الله، ونبقاو في الصفوف الاولى ان شاء الله. غادي نفوزوا بالبطولات الخريف، وان شاء الله غادي نفوزوا بالبطوله الوطنيه المغربيه، ومازال باقي الالقاب ان شاء الله راهم جايين. حنا كنعرفوا الملعب، كنعرفوا 90 دقيقه، كنعرفوا الشباك، كنعرفوا اللاعبين، كنعرفوا الجماهير ديالنا، كنعرفوا المكتب الموسيقي ديالنا، نعرفوا حنا نربحوا المركيو. حنا ما غاديش ننتظروا الحكم يجي يعطينا ضربه جزاء او يخرج لنا لاعبين بالحمراء باش نتوما تفوزوا. حنا الحمد لله لعبوا كره، كلشي كيشاهد المقابله. يعني اي مقابله تعاودوا لها بالاول وتشاهدوا المقابله ديال النهضه البركانيه، ومقابله ديال الرجاء البيضاوي، ومقابله ديال الوداد البيضاوي. فريق اللي يستحق البطوله الوطنيه المغربيه وهو الفريق النهضه الرياضيه البركانيه بجداره واستحقاق. وسكتوا وما تزيدوش تكلموا، يعني ما كاينش شي حاجه. كره في رجليكم، لعبوا كره، عندكم 90 دقيقه. ها الشبكه، ها انتم، ها اللاعبين، شوفوا الشبكه واللاعبين واش الفرق. الوداد والرجاء ما توصلوش حتى المربع العمليات، شي في اللقاء تقول انت تلعبوا كره المستطيله، هذه كره القدم. شوفوا التيكي تاكا ديال فريق النهضه البركانيه، فريق اللي محترف، فريق اللي جا في افريقيا، لافريقيا كامله. حنا اللي نستاهلوا، النهضه البركانيه تستاهل تلعب في عصبه الابطال وتستاهل البطوله الوطنيه المغربيه. اما انتم يعني بكل صراحه بطولات الهوات وبزاف عليكم، والله قسم الشرفي. نتمنى ان شاء الله الميساج يوصل. بالنسبه للتحكيم ان شاء الله هاد السنه خصو يزيد يدير واحد المجهود، ما يعطيه كل واحد يعطيه حقه. يعني بكل صراحه التحكيم مزيان اليوم، راه مليح، راه غادي. كاين بعض المرات اللي كيخطا الجماهير ديال هاد الفرق اللي كتضغط على الحكم وكيعطيهم ضربه جزاء او يزيدهم واحد 10 دقائق. برافو بركان، تتم ان شاء الله هكذا. ونتمنى ان شاء الله لقب يكون بركاني ان شاء الله بحول الله، ونمشيو لعصبه الابطال ونفوزوا بالعصبه الابطال ان شاء الله، ونجيبوا كاس السوبر الافريقي ان شاء الله، ونمشيو كاس العالم للانديه. تما الفرق هادو غادي يطيحوا ما يبقاوش يشوفوا موراهم. يلا السلام عليكم.